حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك، تحياتي لياسر ومحمد. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن اسماعيل. كابتن اسماعيل، يعني هستغل طبعا وجود حضرتك معايا، وحضرتك من ابرز الاسامي المرشحه النهارده، وكنت بتكلم مع الكابتن ياسر وكابتن محمد على الطريقه اللي اتحاد الكره اتبعها، او وجود اللجنه برئاسه الكابتن عمرو ابو المجد. الحقيقه كل الناس اللي مقدمه يعني اثنوا على مجهود الكابتن عمرو ابو المجد. كان في صوتين، اصوات ناس بتقول ان ده شيء فيه احترافيه كامله وده شيء الحقيقه محترم جدا، وناس ثانيه بتقول ان انا كمدرب كبير صعب ان انا اروح اعمل CV او اقدم. وجهه نظر حضرتك او راي حضرتك ايه؟ والله وجهه نظري انا يمكن اعلنتها من الترشيحات لما قريت ورقه المعايير. انا يعني جات لي حاله كبيره جدا من الفرحه لحاجتين. الحاجه الاولانيه طبعا ان معظمنا احنا كمدربين وكلاعبين ما عندناش توثيق رسمي تاريخنا. يعني الحقيقه اسماعيل يوسف لعب كاس عالم، طب في ما يثبت ذلك ورقيا، وكذلك الشهادات وكذلك البكالوريوس وتخصص كره قدم. يعني انا شجعت جدا، وكان واجب عليا انا يعني كلاعب دولي او كراجل في المنتخبات ان انا ادعم الفكره دي، لانها اول مره تحصل يا سيف، وفي عهد المجلس الحالي. يمكن انا وجهت كلمه للاستاذ جمال علام وشكرته في وسط اللجنه، وكنت اتمنى ان يكون موجود في اللحظه ديت، لان اللجنه الفنيه دي ناس افاضل بقياده الدكتور عمرو ابو المجد حطوا معايير. احنا بالنسبه لنا احنا كنا مبسوطين ليها جدا، لان المعايير دي طبقت خارج الدول العربيه. يعني انا دلوقتي لما اقدم الCV بتاعتي يا سيف في اي دوله عربيه، اولا ممنوع التدريب من غير الرخصه في اي دوله عربيه. ويمكن زمايل كتير لينا جم في الفترات اللي فاتت ديت مع الدكتور محمود سعد وطلبوا ان هم يشتركوا، لان قطر، السعوديه، الامارات ممنوع دخول مدرب من الكلاس A الا لما ياخد الرخصه. فجزء كبير من المعايير دي احنا بيطبق علينا خارجيا، فلما جه يطبق هنا كان في بعض الاعتراضات يعني ملهاش يعني حق، لان الحاجات دي مطبقه بقى لها فتره. الحاجات دي معايير عالميه، وفي 5 بنود فيها، اللي هو اللعب، التعليم، الشهادات، الخبرات، الانجازات كمدرب. يعني حتى لو في اي حد يعني قليل في حته او طلع في حته، فهي معايير عامه. اعتقد ان لو طبقت 100% هيبقى انجاز كبير جدا يحسب للمجلس الحالي ويحسب للدكتور عمرو ابو المجد واللجنه الفنيه، بغض النظر يا سيف مين موجود في المنتخبات. احنا كلنا زمايل، اي طبعا. حد يكون موجود كلنا هنبقى وراه وندعمه. انما الخلاصه ان احنا خرجنا بCV، انا شخصيا بCV تأصيل لتاريخي كلاعب وتاريخي كمدرب، وكل ورقه من سنه 84 حتى امبارح موجوده في الCV اللي موجود في اتحاد الكوره. ودي حاجه انجاز كبير شخصي لي انا ولكل المدربين اللي دخلوا المسابقه دي في المعايير. واي حد بقى يكون موجود، اختيار مجلس الاداره، اختيار الدكتور عمرو ابو المجد، هنقول له مبروك وكلنا وراه ان شاء الله. انا شايف ان ده انجاز كبير جدا يحسب مجلس الاداره ويحسب الدكتور عمرو ابو المجد. كابتن اسماعيل، الحقيقه الناس يعني حتى النهارده داخل مجلس الاداره، يعني حضرتك وكابتن طارق يحيى كان من اقوى المرشحين النهارده، ولكن الناس كان عندها يعني في تقديم حضرتك وكابتن طارق يحيى بالاخص كان عندهم حاله استغراب للتوجه لمنتخب الشباب. وحضرتك كابتن طارق اسامي كبيره جدا وماسكين فرق، يعني الكابتن طارق جاي له مصر المقاصه، راجع من السعوديه، حضرتك دلوقتي مع الانتاج الحربي. هل دي يعني تفكير تاني، بدايه خطوه، طموح تاني في حته مختلفه؟ طموح تاني، وليه برضو ما تتحسبش ده يعني حاجه شرف كبير ان اي مدرب يتمنى انه يكون في المنتخبات في الاعمار السنيه. المجلس الموجود مشجع الناس، اللجنه الفنيه مشجعه الناس. اول مره يا سيف في تاريخ المنتخبات يتقدم 17 او 18 مدير فني من العيار الثقيل. يعني في طبعا. ناس تقال، الدكتور جمال محمد علي، كابتن طارق يحيى، كابتن علاء عبد العال، معتمد جمال. لا في يعني، ودي اول مره تحصل، وده انجاز يحسب للجنه الفنيه حقيقه. يعني طبعا للدكتور عمرو ابو المجد، طبعا متطور جديد الدكتور عمرو ابو المجد طبعا. يعني انا بشكره جدا على الهوا، بغض النظر عن النتائج لمين وامتى. نقول مبروك للي موجود، وان شاء الله باذن الله يبقى كلنا
كل اللي دخلوا دعم للمجموعه اللي موجوده ان شاء الله. كابتن يعني الحقيقه انا سعيد بمكالمه حضرتك جدا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسماعيل يوسف.